درس في الحياة رقم 3. والله يا جماعة دي قصة مضحكة وقصة حزينة. يعني واحد سوداني عنده وكالة. المهم السوداني بيعمل فيز وإقامات للناس، تمام. فأخذ 8000 من شخص، تمام، أو 7000 علشان يعمل له الإقامة. ف ما عمل الإقامة بعد ما وصل لمرحلة تقريبا توقيع تعديل الوضع، وما عمل الإقامة. فالشخص اللي عايز الإقامة أو عايز إقامته زعل واتضايق، تمام. وخبر صديق له، قال له 1 2 3 حصل من السوداني ده وما عمل له الإقامة. فقام هذاك التاني راح له أرسل له في الواتساب حاسوي لك وحاعمل لك، المهم وسبه في الواتساب. راح صاحبنا عايزين منه 7000، مشى فتح قضية في الشخص اللي رسل له في الواتساب وعساؤه، واخذ منهم تاني 5000. يعني لو كان عملوا إقامة تانية وناس الزول ده كان أفضل لهم. الحين السوداني بيقى واخذ منهم 12000. تخيل 12000. قصة مضحكة ومبكية بتوريك كيف الناس بتتعامل. سبحان الله. يلا اشوفكم في فيديو قادم. مع السلامة، مع قصص في الحياة.